أرى إهمالا جسيما، وأرى ارتدادا عن الأخلاق الحميدة التي علمناها شبابنا طيلة أعمارنا. نحن ما سببنا قط مع كثرة الهجوم علينا، وما أكلنا أعراض المخالفين مع كثرة الهجوم علينا، بل كنا نربأ بأنفسنا ونعتقد أننا دعاة لهذا الدين، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما انتصر ولا دانت له الجزيرة إلا بحسن خلقه. إن الرد بمجرد الشتم لا يعجز عنه أحد. كل إنسان يستطيع أن يسب، لكن أقل الناس هو الذي يعمل جانب الإنصاف. ونعوذ بالله من خصومة تسد باب الإنصاف وتصد عن جميل الأوصاف. أحمد بن أبي الحواري قال كلمة جميلة جدا اللي أنا افتتحت بها الخطبة وكانت الخطبة كلها عليه. قال: ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا ولكن بالشقاوة عصوا. تعرف تجيب الجملة الجميلة دي؟ ما أجملها. كان كلامهم درر، السلف دول كلامهم درر. ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا، السعادة التي كتبت لهم وهم في بطون أمهاتهم، أطاعوا بهذه السعادة السابقة. ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا ولكن بالشقاوة عصوا. هي دي الخطبة اللي سمعها صاحبنا وقرر بعدها أن يتحلل مني وقد أحللته، وأنا كما قلت قد أحللت كل من تكلم في رجاء أن يحلني الله تبارك وتعالى يوم ألقاه.